تحليل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري. الزمالك النهارده فاجئنا، او بمعنى اصح المدرب الكولومبي خوان كارلوس اوسيو فاجئنا بخطه لعب ما حدش بيلعبها غير في البلاي ستيشن. يعني اللي بيلعب منا بلاي ستيشن عارف في خطط اللعب 4-1-4-1 دي ما حدش بيلعبها غير في البلاي ستيشن. يعني خطه هجوميه بحته وتنظيم في الملعب. هو شايف ان الزمالك يقدر يلعب طريقه اللعب دي. طب هو شايف قدرات اللاعبين مناسبه للخطه دي ولا لا؟ هو ده اللي انا هتكلم فيه. بس انا حابب انوه على حاجه، هو المدرب لما يحط خطه مش شرط يكون الخطه دي ان هو هيلعب بيها بقيه المواسم. هو المدرب ممكن بيحط خطه واثنين وثلاثه وبيجرب كذا خطه بحيث ان هو يوصل لطريقه لعب معينه. طيب قدرات اللاعبين الزمالك بالنسبه للخطه دي كويسه ولا وحشه؟ هي بصراحه قدرات لعيبه الزمالك اللعب من